اهلا بيكم. انتوا دلوقتي بتسمعوا نور علي، والنهارده هنخليها حلقه كده دردشه مع بعض في بعض الرسائل والحاجات اللي جاتلي على الانبوكس. بصوا بقى، كان في متابعه بعتالي مشكله كده وقالت لي قوليها على القناه. هي عايزه تعرف ردكم ايه، وانا برضو هقول ردي اللي هو من وجهة نظري انا. ويا ريت انتوا برضو تكتبوا في التعليقات رأيكم في الموضوع. بصوا بقى، بتقولي ان هي اتخانقت مع حماتها خناقة كبيرة جدا، وطبعا جوزها اتدخل ووصل الموضوع لاني حماتها غضبتها وطردتها من البيت. ومشيت وسابت البيت ومشيت وراحت قعدت عند اهلها حوالي اسبوع او اسبوعين، وبعد كده هي رجعت لوحدها. طيب ايه يا ترى اللي حصل علشان تغضب او حماتها تطردها او تمشي من البيت؟ ايه اللي حصل؟ تفتكروا ايه اللي حصل؟ بصوا بقى، بتقولي ان احنا اتخانقنا على السلم. اتخانقنا على مين اللي ينظف ويمسح ويكنس السلم. هي عايشة في هو يعني بيت عيلة بس على صغنن. هي عايشة في البيت مع حماتها وحماها وبس كده. يعني يعتبر البيت ما فيهوش غير هي وجوزها وولادها وحماتها وحماها. ملهاش سلايف عايشين معاهم في البيت، يعني يعتبر هي الوحيدة اللي موجودة في البيت. البيت طبعا حماتها في الدور الأرضي، وهي في أول بلكونة فوقيها على طول، وبعد كده الروف او السطح. فاتخانقت مع حماتها على مين اللي ينظف السلم. حماتها شايفة ان السلم مش نظيف ومتطرب ومتبهدل، وهي شايفة اني لا، انا ما كنص السلم وما نظفوش، واني دي مش مسؤوليتي وانا ماليش دعوة. انا كبيري قوي همسح السلم بتاعي اللي هو من اول باب شقتي لحد اخر سلمة فيه. وانتي بقى من يعني من اول اخر سلمة فيه، من عند اللي هي السلمة اللي بتبقى عريضة دي. وانتي بقى يا حماتي من اول السلمة العريضة دي لحد تحت والمدخل، ده يخصك انتي، انا ماليش دعوة بيه. وحماتها مصممة لا، انتي تطلعي، انتي تجيبي السلم من فوق، من اخر دور، من التالت لحد المدخل، وتمسحيه كله وتكنسيه وتنضفيه. حصلت المشكلة على الموضوع ده. طبعا هي لما جت قالت لي، يعني انا بصراحة يعني بيت العيلة بيكون فيه مشاكل كتير. ساعات بتكون الحما هي اللي قوية ومفترية، وساعات بتكون مرات الابن هي اللي قوية ومفترية. انا من وجهة نظري انا في الموقف اللي قدامي، انتي قدامك حلين، انتي ما فيش غيرك في البيت وملكيش سلايف، يعني ده يعني خلاص، يعني انتي ده بيتك وبتاعك انتي لوحدك وليكي ولولادك، ويعني حماكي وحماتك ربنا يديهم العمر مش عايشين على طول. فانا من وجهة نظري لا، اللي هو انتي عيب ان انتي او ما يصحش ان انتي تقولي لها احنا هنعمله مع بعض. هي والله حماتك فيها صحة ومن الستات اللي هي بتحب تشتغل وكده، وشايفة ان هي تعمل حاجة او تزكي عن صحتها او تساعد مرات ابنها او تسلي نفسها، وحبت تعمل معاكي خير وبركة. والله هي شايفة اني لا وما ينفعش وما يصحش ان انا اعمل معاكي خير وبركة. انتي قادرة ان انتي تعملي. والله انا شايفة ان ده نظافة ليكي انتي، مفيش حد قاعد في البيت الا انتي. ما يصحش طبعا ان السلم يكون معفن او البيت مش نظيف من دخلته كده، او السلم او الكلام من ده. قادرة تعملي خير وبركة، مش قادرة تعملي والله ممكن نجيب حد يعمله لنا وياخد اللي هو عايزه، هياخد الفلوس. في ناس كتير قوي بترزق من الموضوع ده، اللي هو مالهمش شغلانه مثلا، فانا هاجي اعمل لك السلم وهنضفه لك ومش عارف ايه، وهاخد اللي فيه نصيب. اهو انا جبت لك حلين دلوقتي، انتي قادره تعمليه بنفسك اعمليه، مش عيب، ده بيتك. مش قادره، خلاص ممكن تجيبي حد يعملهولك وتراضيه وتديله مبلغ معين. خلاص مفيش مشكله، وممكن تتفقي مع الست دي ان هي تجيلك بصفه دوريه مثلا. بما اني مفيش حد في البيت، فيعني انا شايفه ان هي لو جت مسحت لك السلم ده مره او مرتين في الشهر، البيت هيبقى بيلمع يعني.
ده من وجهة نظري. وانا شايفة اني انا طبعا غلطتها وقلت لها انت عبيطة اصلا ان انت سبتي بيتك ومشيتي. يعني هو ما حصلش حاجة ان انت تسيبي البيت عليها، الا لو حماتك بقى طردتك، ماشي، فانت ممكن تكون كرامتك نقحت عليكي فمشيتي. انما انت اصلا ليه توصلي الامور ما بينك وما بينها للموضوع ده؟ يعني خلاص ايا كان بقى، انت بتقولي لها يا طنط يا ماما يا ايا كان. خلاص تمام، انا والله انا لو انا مش قادرة ان انا اعمله فخلاص احنا هنشوف حد يجي يعمله، هياخد الفلوس اللي هو عايزها وخلاص خلصنا. ليه نكدتي على نفسك وليه سبتي بيتك وليه عملتي مشكلة مع جوزك؟ يعني كان في حلول كتير جدا. يعني انا مستنية تعليقاتكم، وقولوا لي ايه رأيكم، يعني انتوا لو مكانها تتصرفوا ازاي. انا شايفة ان ما حصلش حاجة تستاهل ان احنا نعمل عليها مشكلة. يعني مشوا اموركم يا جماعة. مش عايزين يعني السوشيال ميديا والانفتاح اللي احنا وصلنا له يكون بجد مؤثر على حياتنا بطريقة سلبية كده. يعني انا مش عارفة ايه اللي وصل الامور لكده، بس هو اكيد يعني طبعا في المشاكل بتحصل بقى ايه، كل واحد بيبقى عنده كلمة بيقولها، المواضيع بتكبر. لكن هو من البداية انا كان رأيي ان انت يا اما تعملي السلم بنفسك يا اما تجيبي واحدة بمقابل تعملهولك، بس ما نوصلش المواضيع لأكبر من كده، ولا المواضيع أصلا كانت تستاهل ان هي توصل للحيز ده، ولا ان حماتك تتطاول عليكي، ولا ان انتي تسيبي بيتك وتخرجي. قولولي رأيكم، وقولولي لو انتوا مكانها هتعملوا ايه، وردوا عليها في الكومنتات، هي شايفة كومنتاتكم. وربنا يهدي سرنا جميعا.